فمعنا الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي لنعلق على هذا التقرير الذي قدمه جلوبال فاير باور. أستاذ ميزاب، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا بك، تحية طيبة إليك وإلى مشاهديكم الكرام. مرحبا. طيب، مبدئيا أستاذ ميزاب، ما هي المعايير ومصداقية هذه التقارير وأي قراءة للموقع الذي وضع فيه الجيش الجزائري؟ خليني نقول في البداية بأن الموقع هو يكتسي أولا مصداقية كبيرة، باعتبار أنه تقريبا الوحيد الذي يقدم تصنيفات الجيوش على المستوى العالمي. هذا من ناحية. من الناحية الثانية أن المؤشرات التي يعتمد عليها هذا الموقع في إطار تصنيف المؤسسات العسكرية هو يعتمد بالأساس على 3 مؤشرات أساسية، أو يركز على 3 معايير أساسية في عملية التصنيف. المعيار الأول هو المتعلق بالقدرات العسكرية للجيوش، والمعيار الثاني والمؤشر الثاني وهو يعتمد على العنصر البشري أو المعيار البشري في المؤسسات العسكرية التي تخضع لعملية التصنيف، والمعيار الثالث أو المؤشر الثالث وهي الميزانيات المرصودة لتطوير المؤسسات العسكرية. بالتالي انطلاقا من هذه المؤشرات يتم التركيز على عملية التصنيف، وانطلاقا من ذلك نجد بأن الجيش الوطني الشعبي ويحتل مراكز متقدمة ضمن المؤسسات العسكرية. لا ننسى بأن قراءة الموقع أو قراءة التصنيف هو ينطلق من عدد الدول التي تخضع لهذه العملية، وانطلاقا منها يمكن أن نقرأ أهمية الموقع الذي تكتسيه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من خلال هذا التصنيف، انطلاقا من المؤشرات الثلاث الأساسية، سواء كان القدرات العسكرية. وندرك جيدا بأن الجزائر انتهجت نهج في إطار استراتيجية وطنية تشمل تطوير قدرات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سواء كان على مستوى التسليح أو على مستوى كذلك العصرنة أو على مستوى كذلك التحكم في الوسائل التكنولوجية من خلال اكتسابها على كافة المستويات. وكذلك على المستوى الثاني ندرك جيدا بأن الاستراتيجية الوطنية في إطار تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي ترتكز بشكل كبير جدا على الاستثمار في العنصر البشري، وهو يعتبر المحرك الأساسي أو المقوم الأساسي في إطار الاستثمار في كل تلك المقومات، سواء كان من خلال التدريب، التكوين، وننظر دائما إلى المناهج التي تعتمد على مستوى مؤسسة الجيش الوطني في هذا المجال، وكذلك من خلال الحصيلة العملياتية التي تعطينا أهمية العنصر البشري في هذا السياق. وعلى المستوى الثالث كذلك ميزاب، نعم، نقطة الانفتاح والتمارين العسكرية التي يقوم بها أو تقوم بها الجيوش، نتحدث هنا عن الجيش الوطني الشعبي الوطني. يعني هذه العمليات العسكرية غالبا الدول والجيوش التي جاءت في المراتب الأولى تقدم على تعاون مع جيوش قوية في المنطقة، على عكس ربما البعض كان في المنطقة، تحدث عن المغرب العربي وشمال إفريقيا، كان جيش دولة جارة الجيش المغربي مثلا كان يقول بأنه لديه تعاون مع الجيش الأمريكي وغيره. في النهاية الجيش المغربي جاء تصنيفه أقل من حتى أنغولا ومن إثيوبيا مثلا. يعني الرؤية العسكرية في مسألة التعاون تبدو أيضا استراتيجية ومهمة لتقييم أداء الجيوش، أليس كذلك؟ لا، خليني ربما في هذه نفرق بين مسألتين. أولا لما نتكلم مثلا على تمارين أسد إفريقي اللي يقوم بها الجيش الأمريكي ومجموع كذلك من الجيوش التي تشارك في هذه المناورات، المسألة ليست على أساس قوة أو مكانة الجيش المغربي، لا، وإنما هو في إطار استغلال المساحة وفي استغلال الأرض، وحتى كذلك وظيفة الجيش المغربي في هذه المناورات لا تعدو بأن تكون تسهيل المهام لا أكثر ولا أقل، حتى أنه
منذ سنتين كان في حتى تقديم مساعدات في ألبسة وغيرها للجيش المغربي نظرا لظروف معينة. في المقابل لما نتكلم مثلا على الجيش الوطني الشعبي نتكلم أولا على أنه يشارك في مناورات، وله كذلك تبادل خبرات وتنسيق وتعاون، ولكن بمستويات عالية، وبالتالي شتان بين أن يكون هنالك شراكة حقيقية أو تعاون حقيقي انطلاقا من القدرات التي تمتلك، وما بين توظيفك أو استغلالك أو فقط لمجرد النزول على الأرض. وبدليل حتى أنه في الكونغرس الأمريكي مع نهاية السنة الماضية كان فيه مطالبة بضرورة نقل تمارين أسد مناورات أسد إفريقيا إلى مناطق أخرى في المنطقة الإفريقية، بدل أن تكون في كل مرة في منطقة واحدة، ورصدت حتى كذلك ميزانية في إطار إجراء بالعودة إلى العمل على ذلك. وبالتالي أعتقد بأنه لا يمكن أن نقارن بين مؤسسة عريقة واضح. لها إمكانات وقدرات ومصنفة واضح جدا واضح جدا. الآن بالنظر إلى المهام التي يقوم بها الجيش، قرأنا قبل أيام الحصيلة السنوية ل 2022 كانت هنالك عمليات نوعية. الجيش لا يحارب الإرهاب واجتثاث الإرهاب فقط، وإنما لديه أيضا مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وهو يملأ الفراغات في الجنوب مثلا. أيضا كان هنالك تحديات كبيرة في الساحل الإفريقي. فإلى أي مدى ساهمت هذه النتائج النوعية في ترتيب الجيش الجزائري في المراتب الأولى؟ وأسمع منك الإجابة أستاذ ميزاب لو تكرمت بعد فاصل قصير. مشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى كلام مباشر. دائما في سياق الحديث عن ترتيب الذي قدمه موقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية، وبأن الجيش الجزائري جاء في المرتبة الأولى مغاربيا، الثانية عربيا، والثانية إفريقيا، والمرتبة 26 بالنسبة للعالم عالميا. فنعود نرحب بالأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني معنا عبر الهاتف. سيد ميزاب، بعد إعادة الترحيب بك، كان سؤالي قبل الفاصل حول العمليات النوعية التي قام بها الجيش الجزائري، الجيش الوطني الشعبي، ضد شبكات الإرهاب، شبكات الجريمة المنظمة والتهريب. إلى أي مدى ساهمت هذه النتائج في تحقيق هذه المرتبة وهذا التقدير من موقع متخصص مثل جلوبال فاير باور؟ خليني أقول أولا، أعتقد بأنه لما نأتي في إطار الحديث عن الحصيلة العملياتية لقيادة الجيش الوطني الشعبي ومدى مساهمة ذلك في التصنيف، ربما خليني أقول بأن من أبرز التحديات التي تشترك فيها معظم دول العالم هي أولا التحدي المتعلق بأمن الحدود. وندرك جيدا بأن معادلة أمن الحدود ليست بالمعادلة السهلة، وإنما أن مسألة تصفير المخاطر على مستوى المحاور الحدودية لأي بلد تعتبر مسألة صعبة وكذلك معقدة. في المقابل حينما نأتي في إطار إسقاط النتائج أو الحصيلة العملياتية على مستوى تأمين الحدود الوطنية والحيلولة دون ما أن يكون هناك اختراق أو كذلك ولوج التهديد، فنتحدث على أن الجيش الوطني الشعبي حقق النتائج المرجوة من ذلك وبنسبة كذلك تصاعدية، وهذه تعطيه ميزة مقارنة بالعديد من المؤسسات العسكرية الأخرى. من ناحية كذلك التهديد الإرهابي، لا ننسى بأن منطقة الساحل الإفريقي التي حدودها على التماس مع الحدود الجزائرية والتي شهدت خلال سنة 2022 يعني ارتفاع قياسي في حجم وعدد العمليات الإرهابية على كافة المستويات. في ذلك التوقيت واصلت الجزائر في الحفاظ على التصفير من التهديد الإرهابي، بل أن النتائج كانت كذلك بمؤشرات إيجابية في إطار تحييد الجماعات الإرهابية أو كذلك القضاء على مجموعات الإسناد. هذا كذلك عامل آخر يحسب لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي. ومن ناحية أخرى كذلك
المسألة المتعلقة بالجريمة المنظمة وخاصة وتحالفاتها مع الظاهرة الإرهابية. ولا ننسى بأن الجزائر تواجه حرب حقيقية على مستوى مكافحة الاتجار بالمخدرات، خاصة بلغة الأرقام. مثلا لما نتكلم على حجز أكثر من 48 طن من المخدرات مقارنة بسنة 2021، نحن نتكلم على رقم ارتفع تقريبا إلى الضعف. توقيت التقارير العالمية تدق ناقوس الخطر من خطر الترويج لهذه السموم. ولما نتكلم كذلك على الحبوب والأقراص المهلوسة في 2021 في الحصيلة العملياتية كان في حدود 3 ملايين قرص تم حجزه. في 2022 نتكلم على قرابة 10 ملايين قرص من الحبوب المهلوسة. كل هذه النتائج هي تحسب أولا على القدرات العسكرية وعلى الإمكانات وعلى كذلك الجاهزية وعامل اليقظة التي يكتسبه الجيش الوطني الشعبي في إطار أداء مهامه الدستورية المنوطة به، وفي إطار كذلك الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل معطيات إقليمية وحتى كذلك دولية مضطربة في إطار تصاعد التهديدات الأمنية. وبالتالي هذا يسهم بشكل كبير جدا في تأكيد الموقع الريادي. صحيح. يعني كل هذه المعطيات يتم على المستوى المغاربي أو حتى كذلك على المستوى الإفريقي. يعني كل هذه المعطيات يتم أخذها أو تم أخذها بالفعل بعين الاعتبار لتحديد هذا المكانة التي احتلها الجيش الوطني الشعبي. يعطيك الصحة أستاذ ميزاب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.